بسم الله الرحمن الرحيم. فصل ظهر. أقل القبر كشك أزقع بالبارم حفرة ورد تمنع سوى دختو خش إذا ردمت إذا قولج داديقج الرائحة حج أن تزهر منه إتناع حج حلالا فتؤذي الحية تاقتودين جون زيادة والسبع آقرت ودختو خش أن ينبش أحكرخ ليأكل الميتات والرشاش فتنتهك الحرمة تاق من حرمة دادة. وفي ذكر رائحة حشحة وريح والسبع آقرح وريح وإن لزم من منع أحدهما تشنيا تعدوه تيعش لازم خليها منع الآخر وجدوه قيتر بيان فائدة الدفن دعوة اللرب فائدة بالقلب بردو. ويندب سنة أن يوسع كشوردر ويعمق إكارقدر قامة وبسطة كيكش إرادة هيتنا إرواتك الوقور بأن يقوم حلوة رجل وناه معتدل يقير بارن بولو ويبسط يديه وشكك حل داجو مرفوعة حل أيدين إراخ. قال فيمر صلى الله تعالى عليه وسلم في قتل أحد عباين بولشانا احفروا أحكاش وأوسعوا شوار دياش وأعمقوا قارق دياش يعني كش. رواه ديسنا الترمذي وغير إواتشو. وقال حسن صحيح ألسويز وأوسى عمر بسيتير رضي الله عنه دير سنة أن يعمق قبره شين كش قارق ديال قامة وبسطة إروية كيوش حل درجة. واللحد داقر أفضل دي زودو من الشق يقي داقر بفتح الشين شين نفتر سلويز إن سلبت الأرض لا تجاهل بخلاف الرخوة سنلوشان خل فالشق يقي داقر فيها سنلوش دولشانغا أفضل دي زودو. وهو إذا شق لاحد يقي داقر أن يحفر أحكر دو في وسطها كش يقي بوخي أحكر دو كالنهر حين دوقش خرجتنا يقي أحكر دو ويبنى الجانبان باللبن شيء أغوى كبش كساح هالبطر دو أو غيره يأياتشن ويوزع الميت ودق واحد اللدو بينما تشني يقي ويسقف عليه تتخوبب باللبن كبش كساح أو غيره يأياتشن. قال في شرح المواذبة ويرفع سقف طوح على بيبوت دير قليلا كذك بحيث لا يمس الميت يتخو دقاق ضحك لبوش. واللحد أولش درك أن يحفر أحكده في أسفل حائط القبر كشف بوخيح الذي إبوئي من جهة القبلة قبل أغور بول شبينيها مقدار ما يسع الميت دقنا تؤل بوخير ضعك. روى مسلم ديسنا عن سعد بن أبي وقاسها أنه سعد خلر قال سؤالير في مرض موتي شارليتش سامقريح الحدو لي سوان لحد ديلش لحد رخا وانصبوا علي اللبنة شين حلقها حل كبرش كيش يوتلش دعويلش نسبا يوتخي كما صنع برسول الله ديل إلش المدرس صلى الله تعالى عليه وسلم. ويوضع رأسه وصدق واحد اللبو أي الميت والشينا عند رجل القبر كش شؤيش خانك كش كوش بلش حدل الدق أي مؤخره تقينا الذي سيكون عند سفله إذا واحد لك رجل الميت أزول شينا كوش تأور خبولش أور تيجا حدل الدق ويسلو حوز ودوئز من قبل رأسه كوست بولشرك هالاس برفق قيهة متساب. روى أبو داود وديسنا أن عبد الله بن يزيد ختمي والجا يزيد كانت عبد الله خلر السحابي خلولا أدخل الحارس القبر حارس كشتو ويلرتو من قبل رجل القبر كشكوكش بولش أغور الحق وذي. وقال سؤالير هذا من السنة سنة دعاء. قال البيهقي سأل إسناده إسناد صحيح يؤال. وروى الشافعي والبيهقي ديسنا بإسناد صحيح يرش إسنادته
عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله ديل الشلر صلى الله تعالى عليه وسلم سلا إكش تشويلر من قبل رأسه كوست بولش أغور كوست حلقة وزوش تشويلر إذا ويدخله القبر دق كش دلدو الرجال قوان خش وإن كان امرأة ضيول شيء زود يلحق بخلاف النساء زدرش خلف خل لضعفهن يشغيل بلديل عن ذلك سنة دقهم حل إذا ليل وراه وغالبا دق خالع وأولاهم سارة تامع بيك بذلك تنسى دق تدل تامع بيك الأحق دق حق دولش ورقو بالصلاة عليه أصدق تعالى مصدر قلت أسأل كما قال الرافعي رافع أسمع لري الشرح إلا أن يكون يلرتخل امرأة مزوجة مارع يلرزود فأولاهم سارات احتامع به يتشيلرت الزوج تنداو والله تعالى لقول الله أعلم ديكوه ولا حق حلق الحق دات له تندنا في صلاة دقلا مصدريا ويليه وتندن تعو الأحق حق دول شركة بها دقلا مثلا حلق والارتا من المحارم زوجين محارم اشخي الأب دا ثم الجد تاق دا ثم الابن تاق كانت ثم ابن الابن تاق كانت ثم الأخو تاق وش ثم ابن الأخي تاق وشي كانت ثم العم تاق ديوش وفي تقديم من يحل واقرية يدلي غير كل شوير بأبوين ديتين على من أسنته يدلي غير كل شوال شواندا بأبين ديت الخلاف السابق حلق يخن الخلفلو في الصلاة دق لامزن حلق واقرية ذكره يحاخنا نووي في شرح المهذب شعر المهذب جاء وذكر النووي صحاحنا في تشاح بعد العم ديوش التحا المحرم محرم حقنا من ذوي الأرحام جرجل ديخول كأبي الأم نين دا والخال نين وشا والعم دي وشاء للأم نانز بن خلول ويؤخذ حيوة مما تقدم حظا عن شوخا في الصلاة لقلا مزيحة أن الأخ وشخلر للأم نانز بن ولو يلي وغش أبا الأم نين دين تاع فإن لم يكن سهلا أحد سعى من المحارم محرم أشخي فعبيدها وزوجن ليش حلبو غبو يكشيل وهم إيش إلاش أحق وتحقبو من بني العم ديوشي كنتيلا لأنهم إليش بولديلا كالمحارم محرم السنة في جواز النظر حجر مقريع الزوجنغا ونحوه إسان دولشنسا على الأصحي أسع دولشنتي ديوش فإن لم يكن سهلا لا زوجن عبيد ليش فالخسيان الأجانب خيرج بوجر شخوعنر حلق وقو للضعف شهوة امتير مرزو بيزم غيل بولديل فإن لم يكونوا إشا سهلا يعنر فذو الأرحام جرجلون دي حلبو الذين يشبر إشا لا محرمية لهم شاينا محرم خلر دوش بول كبني العم ديوشي كنتي سنة فإن لم يكونوا إشا سخلا فأهل الصلاح ديكن أهل حالدو قدو من الأجانب خيرج ناخخ قال نووي سهلا في شارع المهذب شارع المهذب شاحة ولو استوى اثنان شيء تعتر خليع في درجة تحن درجة حولو قدم حلق وقو أفقه هما تشن يدقوا فقه أشويرك وإن كان خلاع غيره إيو ترك أسان شارج دقوا دولش بوز بدين جاولوش نص عليه الشافعي نستنا ستاع واتفق عليه ستاع بستينا الأصحاب فقه أصحابي والمراد لوشتك بالأفقه فقه دقوا شو باشن الأعلم بإدخال الميت القبر ويلسك كشتويلر دقوا شويقو وبقولهم تردشع لوش درك الأولى بالصلاة لا مصدر تختامع ورق دولشة الأولى تختامع ورقو في الدرجات درجشكا دا كانت وش سندول درجشكا لا في الصفات صفاتشكا تامع ورقوش أيضا اشتا أي فلا يريد ضغط عليه تتدوغشا تقديم الأفقه فقد قوغوش حلق عقر على الأساني شرش خان دقو يولش والشوال
نونا إيش خبو وتر خبو إيش كش شوال سجا دق عدلوش ثلاثة القاء خلا فأكثر صدق وخلا بحسب حاجة روى ابن حبان ديسنا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه بيامر صلى الله تعالى عليه وسلم دفنه إذا يلير علي والعباس والفضل ويوضع في اللحد تشولغو على يمين شئته والبوخي برج اتوا وتعولغو دد بنسود خلال للقبلة قلبي بيزن وجوبا واجب لنا فلو دفن سعد أولا مستدبرا قلبا بوق بيرزين أولوش أو مستلقيا عرق الولا أولوش نبش كش حادوستدو ووجه للقبلة قلبي بيرزو قويز ما لم يتغير خيت ولا دائم ملدو فإن تغير دق خيس دلعا لم ينبش حقوق داسيس ولو وضع دق دلنيا على اليسار اتو اغوانتي مستقبل القبلة بيرزنا ورش كوريا كرهتو دلر ولم ينبش دلع حقوق داسي كاش ويونيسوا ويقاس باللحد نعتر روحه فيما ذكر حاقن شاق جميعه درجنجاه الشق يقعد قنر ويشمله ما تشنجي قوش لحدنجاه شق هلشاء قوله مستندوش وفي شرح المعذب عدله ويجب واجب أن يوضع الميت والرجل في القبر كشف للقبلة قبل يزن ويستحب سنة أن يوضع على جنبه الأيمن اتو أغوان إذا سنة ألا ويسند وجهه يحتوج إلى جداره فينتي أي القبر كشف فينتي يحتوج وزهره تنبقى باللبنة كبش قوارتين دعسة وقوز ونحو إسان دولشان حتى لا ينكب ولا يستلقي إحاد سوجة يغد سوال ويجعل تحت رأسه كوخت بخيع يلقو غيبا متى لبنة كبش يلقو أو حجر يتلق يلقو ويفضي بخده تنبسن دحق يلقو الأيمن اتو يلو إليه أستلتها يتلق باللابلنك أستلق دحق بخرة تيرا برشو دعديخنا أو إلى التراب يلت دحق يلقو تيرا برشو دعديخنا بسنجي حيول جتن وحي الليك دقيقة قال في شرح المواذب على بأن ينحى الكفن مرش العداقة عن خدي بسنجي تير ويوضع على التراب بسنجي ليت دحقلوش يلوش وحي الليك ويسد فتح اللحد دعدو قدو دعولدو بفتح الفاء في فتح قال يعني وسكون تأتين السكون دين دو فتح بورسي بلبنين كبش كسا دعدو قدو وطين بابا سيوقي بابا بلوش كبش حليتين مثلا يعني حتى لا يدخله تراب لا تتدخ ويحسو تتوسدو كيغتا من أتو دنا يحاول شو ثلاث حسيات تراب قوز كرلاس لا تقوز تتو بيدي شين كيغتا كانت جميعا شين كيغتا دريجانتا روى ابن ماجه حديثنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه بيامر صلى الله تعالى عليه وسلم حسى من قبل رأس الميت ويلشنا قوت بولش أغور شو تسير سوى ثلاثا قوزة كانت لا تسير قال البيهقي سأل إسناده إسناد جيد يؤال ويستحب السنة أن يقول آلر مع الأولى حلقة شتو السوشن لا منها خلقناكم سنح قيل نشأ قرآن آية لا قيزة ومع الثانية شجر لا شتو السوش وفيها نعيدكم يخدير دوشو ولا الدعول شوي ومع الثالثة قصد لا تشقوسوش من كيغتا ومنها نخرجكم تارة راتنا يخلدو دوشو ليتر الآلار سنة دو وقولوا مصنف دوش حسيات بوش درجة من يحسي بوش دو إذا لغة في يحسو باشنجا سنة ديقين ثم يهالو أقلات شتوس دو أي يردم تراب لا تفحقدو بالمساحي بيلشتا إسراعا سيخويش بتكميل الدفن دعوالر شق داقا ويرفع القبر كشحل يدو شبرا تحشا فقط أزو ليعرف دوز كشدوي خايتا فيزار كشدوز دوز زيرتي وخا ويحترم حرمة دا كشدوي خوش وروى ابن حبان ديسنا عن جابر أن قبره بيامر كشخلر صلى الله تعالى عليه وسلم رفع نحو أطفال حلا يدير من شبر تعشي إلا الآل ولو مات مسلم بسر سقبلش في بلاد الكفار كست مختع فلا يرفع قبره تنكش حلا يدير بل يخفى
تقيل دو قدوس لئلا يتعرضوا مبولي الآل الله تويل شونا إذا رجع المسلمون بوسو معتقر دعبخش. والصحيح دوش دقت أن تسطيحه وسكشنا توبر أولى تابع من تسنيمه تندي دقدة شوال إذ دقدة شوال كما فعل إذا مدر بقبر بيامر كشة صلى الله تعالى عليه وسلم وقبري صاحبيه تنشن ناقوس كشنتي. روى أبو داود وديسنا بإسناد صحيح والإسناد عن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر أبو بكر محمد كانت قاسمة أنه قاسم خلال رآها إجنة كذلك إشدين. والثاني ثانيسة تسنيمه تدقدر أو لا تامع دبا لأن التسطيح خوبر صار شعارا للروافز روافز سنتحبو تعطوه بإذا تم تسير بلغو يزبا فيتركوا يتجو يتخوبر مخالفة خلف له يرحم لهم سان وصيانة للورحم للميت وأهل الملك تنجرنا على الاتهام دقبو أمبرخ بالبدعة بدعة ليلوش بؤال. ودفع إيساني دوختيانا بأن سنة خلرته لا تترك تتدوتش لموافقة أهل البدع بدعة ليلوش بولشارنا تم بؤال سنة درديتو داسفيها تنجا سنة دولشمانيا. ولا يدفن إثنان الشيء دعو لقواز في قبر سنكشا. قال في شرح المهذبة هي إذا عبارة الأكثرين دقو بولشار قال لك دو إذا وصرح سرخسي بالقلدنا بأنه إذا لا يجوز مجد تخلر. وصرح جماعة عنتوب بالقلدنا بأنه إذا يستحب سنة أن لا يدفن إثنان شيء دعسه ولر في قبر سنكشا. وهذا هذا يصدق قوته بقوله تندشة في الروزة تشادوش كأسلحة مدرة يستحب في حال الاختيار لا أنبولش حينها سنته أن يدفن كل ميت هو دعوالر في قبر حنكشة أي فيكون دفن الأسنين شيء دعوالر في تنقع مكروها كراخل إلا لضرورة ترتدلر داتشون كان كسر الموتى بالنعدق خلرت لوباء بالبوسرت لزرهم ديان أو غير إداتشون وحصر إفراد كل واحد هور قاستور خلرت في قبر حنكشة قشهورا الناح دقبل فيقدم في دفن اثنين شيء دعولش فلا تنكشوا أفضلهما تشنيها وذوق حلقه إلى جدار اللحد قل دولش أعورب بولش بينيح. روى البخاري عن جابر أنه بيامر هلال صلى الله تعالى عليه وسلم كان خلر يجمع بين رجلين برشيستا قلوش من قتل أحد عبين شارخ في ثوب واحد حن بدر يقع ثم يقول سوتاخ قطر أيهم أكثر أخذا للقرآن وحيس ودقوا خوش ملوه تارا. فإذا إشار ديس إلى أحد ما سجن تانجي قدمه يحله وقت في اللحظة لحظة. ويقدم الأب داحل هو على الابن كانت وإن كان الابن أفضل علم ثم كانت ذو ولاح منه لحرمة الأبوة داخل ليرمان. وكذا تقدم الأم نانحه على البنت يعل ويقدم الرجل قونا حلقه على سبيل بير القونا حلقه ولا يجمع بين الرجل والمرأة بيرشتك زودي تعم كل ودات إلا عند تأكد ضرورة إخشاغ ترتدل التخلع ويجعل بينما تشن يقع حاجزون يقع هما يلقيتون من تراب لا يقع هم يلقيتون. وكذا اشتا بين الرجلين والمرأتين اشتا شين بيرشتغني شين زوتشوني يقع حاجز يجيو على الصحيح صحيح دولشون تدوشا في روزة شاه. وفي كلام الرافع أبا لا إشارة إليه إشارة ولا يجلس على القبر كشتي وحاخو قوات ولا يتكئ عليه تنتي توجقات ولا يوطأ تتكوك بوقبات يكره ذلك إكراته إلا لحاجة تنحشتا دو سرق بأن لا يصل إلى قبر ميتي شين كشتي ودشا خوش تخلج إلا بوطئه تتكوك بيخندر يعتبر دي أول أكتو تخل. قال في روزة شعالك وكذا يكره كراته الاستناد توجه إليه سن. قال طيمر صلى الله تعالى عليه وسلم لا تجلسوا على القبور كشنشتي وحام خوش ولا تصلوا إليها سانت إديز لامزش مديعا. رواه مسلم وديسا. وروى الترمذي استيسنا عن جابر نهى رسول الله نهدر صلى الله تعالى عليه وسلم أن يوت القبر كشتي كوك بقرخ
وقال حسن صحيح وسيأتي إحضاء بطوله ديرك حديث في التجهيز كير وخردي سريع ويقرب زائره وشكشن زيتي وانا جيرك جو من اسكشنا كقربي جيرك لا تر من استغنى في زيارته حيا دين ورسن زيتي واساتن جيرك كل شولا جيرك جو اسكشنا ينبغي له ذلك إثام يعدو اشتخل كما عبر به اشتال ما قال الروزة شاو أسلع روزة أسلع وسيأتي تعدو ندب زيارة القبور كشنش زيارة در سنة خلال للرجال قوة خش والتعزية كدنبر سنة قبل دفنه دقدعدو الله وبعده دقدعدو للجوالداء هما شيء سواء نيسو في أصل سنية سنة خلال أسبوعا وتأخيرها تحت دقدعدو الله أحسن خزوة الاشتغال أهل الميت والسجا ناخا مشغول خلديلا بتجهيزه دقية بس قال في الروزة شعالة إلا أن يرى سقح من أهل الميت ويلتر أهل ناخا جزعا شديدا أذربر فيختار تقديمها كدنبر حوضا قرخور جدو ليسبرهم يشتبري خلي ترحم سير بال 3 أيام قادين كدنبر سنته تقريبا جرجة فلا تعزية بعدها قد دال شولتا حتى كدنبر ذات إلا أن يكون المعزي شاكدن بيشوك أو المعزى يشيك كدن بيشوك واتاها غائبا تجينا حلة تقاش وفي شرع المزبيعدو قال أصحاب وأصحاب شالا وقت التعزية كدن بوخن من حين الموت والشردين إلى الدفن دعول السيو وبعد الدفن دعويل شولتا ب3 أيام قادين وتكره كدنبر كرهته بعد 3 قد دعال شولتا لتجديد الحزن غير كل يقدر بها تنزل كدنبرت للمسابي يشيك بالخاشن بعد سكون قلبي دوكسش شولتا ب3 قادين غالبا دقالة ومعنى الأمر أمر دردو بالصبر صبر درس والحمل عليه تؤتي دحر بوعد الأجر يلر جاوير والتحذير لرور من الوزر قيخ قلت وراخ بالجزع أذربر والدعاء دردو للميت ويلشون بالمغفرة جيش درس وللمسابي شيك بالقاتشون بجبر المصيبة تنبال بزرس روى الشيخان شين شيخ وديسنا عن أسامة بن زيد كانت أسامة قال سيدر أرسلت إحدى بنات النبي بيعمر صلى الله تعالى عليه وسلم مخكر سعوة خيتر تدعوه حقيقة وتخبره تندعديس أن ابنا كانت خلر لها شين خلوله في الموت ولا شويرزين فقال الرسول بيعمر صلى الله تعالى عليه وسلم إيلر ارجع يخبر إليها فأخبرها تنديسه أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى ديل دوقت وحد اللرقة سودا يسنرقة وكل شيء عنده بأجل مسمى دال جرقع مصر ماشي خنتو عنده فمرها أمر دي فلتسبير صوبر ديل والتحتسب ديل دعاء لوريل سوزان ويعزى المسلم بمسلم كدن بصر ساقاتون ولش أي يقال أدو في تعزيتي كدن بريع بي تنسى أعظم الله أجرك دال يال يقيل أي جعله عظيما دال يقيل وأحسن عزاءك تيجي دال خزيل بالمدة سويزة أي جعله حسنا خزيل سويز وغفر لميتك عويل شو جيش ليل والمسلم بصر كدن بصر ساقية بالكافر تنويل والجا كريستا جرجرستغاخا أعظم الله أجرك دال حيال يقيل وسبرك الله صابر الله الحوان قال وفي روزة شعدو كأسلع روزة أسلع سنة وأخلف عليك حوان تحوى ييل الدؤال والكافر كرسجي كدن بيقبو بالمسلمي تنولا تبصر بستغاخا غفر الله لميتك دال جيشتو الحوالشون وأحسن عزاءك حتى يتخذ ييل دال قال ويجوز مجد للمسلم بصر بستغانا أن يعزي كدن با الزمية زمي والشنغا بقريبي تنجرغر سغاخا الزمي زمي خلوالش
فيقول تؤد أخلف الله عليك ذال تحو يلحون ولا نقص عددك وقر ولا ذال إيش مدويل ال. وهذا الثاني هرش الله درك دال عمقر ولا إيش مدويل ال لتكثير الجزية يال دقلي ترحمدو للمسلمين بصرناهن. قال نووي سهل في شرع المهذب شرع المهذب وهو إذا مشكل شيقاشيك ويولج دوال لأنه إذا دعاء دعاء ضليل ببقاء الكافر كرستك بخبي سرس ودوام كفره تنكرسل دائم خلال ساء فالمختار خرج تركه إدي تردو ال. ويجوز مجردو البكاء ويلخى عليه تنتع أي الميت ولا استكنتع قبل الموت ولا حلق وبعده ويل شولتع وهو إذا ويلخى قبله ولا حلق أو لا تختام يعدو. قال نووي سهل في شرع المهذب شرع المهذب شاحة وبعده تحوي الخر خلاف الأولى تنبل شوانا خلف ذو بعسني عدوال وقيل عن قيل مكروه كرات دوال. روى الشيخان شين شيخ وديسنا عن أنس آنس رضي الله عنه قال سؤال دخلنا تدخر على رسول الله ديل الشوالشو صلى الله تعالى عليه وسلم وإبراهيم خلاش حاله ولدو تنديوز الخو يجود بنفسه ولرشو ويرزن وجعلت عيناه فيمر شبعرك خلر بر تدرفان خواح أي يسيل دمعهما تشني خواح يغش. وروى البخاري بخاري سيسا عن أنس آنسخ قال سؤال شهدنا فحلق عذر دفن بنت لرسول الله فيغمر صلى الله تعالى عليه وسلم يعد يولوش فرأيت سوانجر عينيه تنشبعك تدمعان خش يغش وهو إذا خلاش حاله جالس واخينا على القبر كشن تيرزين. وروى مسلم وديسنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه بيمر خلال عليه الصلاة والسلام زار زيرت وغرز قبر أمه شينين كشن فبكى بالخرزة وأبكى بالخير من حوله شين قندار بريش قال. وروى مالك وديسنا في الموطأ شاه والشافعي شافعي وأحمد ديسنا في مسند وأبو داود والنسائي وغيرهم إشباه شارع ديسنا بأسانيد صحيحة صحيح دلت كما قاله ما آل نووي في شرح المهذب شرح المهذب حديث ديسنا. فإذا وجبت واجب خلج فلا تبكين باكية يلغشر يلخنا يلخم يلخيلال. قالوا أصحاب شيلر وما وجوب واجب خلر خذوا يا رسول الله هيديل الجال صلى الله تعالى عليه وسلم. قال بيامرير صلى الله تعالى عليه وسلم الموت والأرض قال. استدل دليل أسنبي تشنت من أتو قاشا ألشو بالكرات استقبلش ويلخر كرات دو ألشو. وقال جمهور جهل المراد الحديث علوش درك أن الأولى تامع در تركه ويلخر ديتر دوال. ذكره النووي صحاحنا في شرع المهذب شاه. ويعرم حارم دو الندبوت درك دوسر حيخوش بيلخر بتعديد شمائله ولا تستيقى كيش دقر درس. نعم. وكفاه آل أرسلنا آل أنت إذا توجمتك دوتن علوش دك وجب الله أي لم أن تكبوك دوتن علوش دك. والنوع تيجر حارب دو وهو إذا رفع الصوت أز أيدر دو بالندب ندبس بيلخر تعصم جديد. والجزع وزجدر حارم دو بضرب الصدر ناختي همشياتش ونحوي إسان درك كشق الثوب بدرش إطار ونشر الشعر مش وحي ترأ وضرب الخد بسنشت يترأ سندرش. قال بيامر الله صلى الله تعالى عليه وسلم
ليس منا وإخوات من ولا ضرب الخدود بسنشت يتشورك وشق الجيوب تشيت يتوشورك ودعا قيك شورك بدعوى الجاهلية جاهلا قيكرشت. رواه الشيخان شن شيخ وديستيس. وفي رواية لمسلم مسلما رواية عدو حديث في كتاب الجهاد كتاب الجهاد بلفظ أو دولوش بدل الواب ونمت. وقال بأمر الله صلى الله تعالى عليه وسلم النائحة تيشي الزدى إذا لم تتب تبتدع قبل موتها شايلا حلقة تقام إغات وجو يوم القيامة قيمتنا وعليها تنتهى سربال دوخر دولوش من قطران سلمخ سملا دوي ودرع غغا دولوش من جرب جرزخ. رواه إديسنا مسلم. والسربال سربال القميص كواتشو كالدرع غاغسنا. والقطران قطران بكسر التاء وسكونها طين كسرنا سكون دينا دولوش دهن شجر دتا دات دوس ملادو يطلع به الإبل إذا أمكلش حقوش للجرب جرزا ويسرج به تنسقر لتوش. وهو إذا أبلغ تعوض في اشتعال النار تحلت رياح في النائحة تيش بالشارخ. قلت أسأل هذه المسائل هرمسلش منصورة تصدر جندو متعلقة خطلدو بالباب عقبابا يبادر سخويجو بقضاء دين الميت والشن ديقر قوش درس وتنفيذ وصيته تنفيذ تقدع قرصة كما ذكره الرافعي رافع إحاق مدر في الشرح شرحه تعجيلا سخو يرحم للخير ديكدولشون. وروى الترمذي وغيره إواتشو ديسنا وحسنه الترمذي حسن دينا حديث نفس المؤمن بسب سكسا معلقة خطلدو بدينية ديقرة حتى يقضى إقوش دلت عنه تنخ آل. قال المصنف آل المراد لوش درجة بالنفس نفس غنخا الروح سدوال. ومعلقة محبوسة لا سلبوغدو عن مقامها شيمتغها الكريم سيلا خليولش. ويكره كرات تمنى الموت ولا ريستيسا لذر زين نزل به شيك جسن دولش. كذا اشتا في روزة شاهدو. وفي شرح الموذب يعدو لذر في بدنه أو ضيق في دنياه دير يعدول زين الدنيا راح يولش قطون ونحو ذلك إسان دولشنا قال بيامر الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى ين أحدكم شوف تحمو سما تسيل الموت ولا لزر تنزينا أساب شيء كاستو وإن كان لابد تخل جيشي وش دلاش فاعلا دز فليقول تؤليل اللهم أحيني إذن ديس دين ويتا ما كانت الحياة دين خلال ملدو خيرا ديك لي سوان وتوفني صداق الخوا إذا كانت الوفاة دق الخرخيلش خيرا لي سوان ديكو. رواه إديسنا الشيخان شن شيخو لا ولا ريستي سركرات دات لفتنة دين فتن خلال قيرما أي لا يكره كرات دات لخوف فتنة خلال قيرما في دينه شن دينيا كما أفصح به بلغ المدر نوويس في شرح المهذب جاه. وقال تعالى ذكروا إحاخنا البغوي بغويس وآخرون قيشار وهو إذا زائر قد شاهدوا مفهوم قيشدو من الحديث المذكور وصحاخ دولش حديثة. وهو إذا بمعنى قول الروزة دش معا قعدويز لا بأس كدات إز دولش. ويسن سنة التداوى دار بدرة صام قشتاقو كما ذكره إحاق مدل الرافع قال بيامر الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله دال دوسن مداز داء لزر دوسن مداز إلا أنزل له شفاء ثم دار بدوسيني بحلق. رواه البخاري في السند وصحح الترمذي صحيح لنا وغيره واتشو
أن الأعراب عربوي قالوا سارة يا رسول الله أي ديل أنا تداوى دار دوي دار دي دوي فقال فيامر الله تداووا دار دي فإن الله لم يدع داء إلا وضع له دواء غير الهرم دا لا تعال لذر دواسين ماتون دار بدواسينيه بي قن ولا دوسك قال في شرح المهذب فإن ترك التداوى دا يقدر توديتها توكلا دال بواطي بلن فهو ذا فضيلتنا سيلا ليؤذان ويكره كراهة إكراهه تنتبر أي المري سنغشون عليه ستاح أي التداوى دار درجع وفي الروزة روزة شعدو على تناول الدواء المولغ نجملر نتبر أي لما أسمن دع في ذلك من التشويش عليه سنتها استعشيك وقلر وقال في شرح المهذب حديث لا تكرهوا مرضاكم شانتهم مش ما بيش على الطعام يؤتونتع والشراب ملجل فإن الله بقل الله يطعمهم الله تان يعمل ويسقيم الله تان خيمال ده الدلو ضعيف ضعيف دو ضعفه ضعف لنا البيهقي بيهقيس وغيره إواتشو ودع الترمذي ترمذي دودنا أنه حديث حسن خلر ويجوز مجدو لأهل الميت أزولستك أهلنا ونحوهم اشتنبول شارنا وفي الروزة روزة شاع وشرح المهذب شرح المهذب شاع وأصدقائه دوتغشنا ألدو بدل ونحوهم متى تقبيل وجهه سنيحتي برتباق روى أبو داود وغيره إواتشو ديسنا أنه بيغمر خلال صلى الله تعالى عليه وسلم قبل برتبقنا عثمان بن مذعون كانت عثماننا بعد موته إبال شوالتاع وصححه إصحح دنا الترمذي وغيره إواتشو وروى البخاري ديسنا عن عائشة رضي الله عنها أن أبو بكر خلر رضي الله عنه قبل شابرت بيقن رسول الله ديل صلى الله تعالى عليه وسلم بعد موته قلغن جولته ولا بأس كدات بالإعلام دقيق وردخ إيتر بموته استقولرت للصلاة لا مزد عليه سنتع وغيرها إذا كان ذكره نووي صحاحنا في روزة شاع وصحح في شرع المهذب شاع صحيح دنا أنه إذا مستحب سنة خلر بخلاف نعي الجاهلية جاهل زمن خلد القيك ورش خل فإنه إذا جاهل زمن خلق يكره كراهته كما قاله نووي سيعلم ألري في روزة شاع وشرح المهذب شاع وهو إذا النداء وقيك وردو بموت الشخص ديغ قلخرسة وذكر مآسره تنحنرش ومفاخره تنقيمش حيخوش روى البخاري ديسنا عن ابن عباس أنه بيغمر خلال صلى الله تعالى عليه وسلم قال شاء الله في إنسان عن أدم كان خلة يقوم المسجد أي يكنسه مجدك نيحوق شلدولش فمات إيوالش فدفن إدعو لنيرا ليلا بويسا أفلا كنتم شداسري آذنتموني به سواني خوي تردولش وفي رواية عن رواية عدو ما منعكم شدوختي عنك هدر أن تعلموني سوان إخائي ترخ الربيامر صلى الله تعالى عليه وسلم وروى الترمذي ديسنا عن حذيفة رضي الله عنه قال سئل سمعت سوان خزنا رسول الله ديل صلى الله تعالى عليه وسلم ينهى شان يهديش عن النعي جيل زمن خل ذو قيكورا وقال سؤال حديث حسن حديث دويزال ومراده تنروش درك نعي الجاهلية جاهل زمن خل ذو القيكوردو لا مجرد الإعلام دخيت ذاتز بالموت تقول الخامبر ذاتز مش ووزا بسكون العين عين سكون دولش نعي آلا وبكسر نعي آلا كسر دينا دولش دو إذا مع تشديد يا ين تشديد درسس قلت أنا خير نعي آل ومصدر نعاه ينعيه باشر مصدر
ولا ينظر الغاسل دق ليتوش حجق وات من بدنه تنديغه إلا قدر الحاجة حشت خلر بار يعبير من غير العورة عورة ياتشو بأن يريد معرفة المغسول شاليتوش يجنلو خار لأرت من غير شيء أي يكره كراهة نظر الزائد صنع حجر على ذلك تتيدون ويحرم نظر العورة عورة حجر حارم دو أي ما بين السرة والركبة تنقني القولش نيقع يوجبت كي حجر حارم دو كذا اشت في الروضة تشعدو وأسلعة وفي الشرح الموزع بعدو أن الأول خلاف الأولى حلقة دك وزر حم حجر ثاني عدول شون بس نعدو وقيل مكروه كراهة دو وأن المس حق ولا فيه تنجح كان نظر حجر سندو حق ولا وأن نظر المعين دقلي تشوش غديش ويرك حجر فيه تنجح مكروه كراهته وفي الروزة تشعدو وأسلحة لا ينظر المعين غديش حجر وات إلا لضرورة ترتد الأرضية ألدو ومن إذا تعذر ترتد الأرض خلق غسله إليشور كأن يحترق إباق خلال سنة ولو غسل إليشيشا لتهرى التلخر والش خلش يوم ما تيم دي الدوتون ولا يغسل ليشوك واتز محافظة لرورحم على جثة تندق لرورحم تدفن إدعدها بحالة شين حولها ذكروا يحاهنا الرافع قالت وألا ولو كان عليه قروح تنتع تشونش يلع دي أنتع دق أنتع وخيف قيريش من غسل ليشورا تسرع البلا إليه تلخر حلق دالر سيغوير بعد الدفن دعويل شوالتا غسل ليشوغو إذا ولا مبالاة بما يكون بعده دعويل شوالتا أحخلوش دولشان تيرغو يجات فالكل مسوء سائرون إلى البلا تلخر يدعويل شوشاويك تلخ والشو ويغسل الجنوب جنوب والحائز دولشو الميت دقلي شو دو بلا كرات ليشور كرات ذكروا يحاقنا في الروزة قال في شرح الموزع قال وكرههما سديد الحسن وغير إواتشنا دليلنا ودليل أنهما طاهران خلال دو كغير ما شاشك دو سند وإذا مات إشي دلشا غسل ليشو دو إشي غسلا واحدا صح حائز يجا جنو خطع درجة فقط أزو ذكروا يحاهنا في روزة شاو والغسل الليشر الذي يدوز كان عليه ما تشيني تأخل دو الليشر سقط بالموت والالستاء وعد يجنا إنسان إذالة إذن قال في شرح الموزبالة وقال حسن ألا وحده شاد سحمو سوء سحمو ألا يغسلان غسلين شزلي شدو إشي ألا حسنو وليكن الغاسل ليش وشوك أمينا تيش من خليل أي ينبغي تنبوش أن يكون أمينا تيش من خلال إذا كما عبر به آل مآلري في شرح الموزبالة كالروزة شعب مآلري وقال في سنجعلا فإن غسله فاسق فيس سقوى إليشوا وقع الموقع شيمت دوش دو إذا دوزا فإن رأى خيرا دقلي شو أجوال شون ديك درقاه تنقاه ذكروا إحاق ودوتو استيبابا سنت خلاليا كما قاله في روزة شعيال مآلري نوويس أو غيره ديكدو قاحسن ليشوا عشان حرم ذكر إحاق ورحارم إلا لمصلحة داشر وكذا إيش في روزة شادو وفي شرح الموزبيع أن الجمهور رشد قوبل شارع أطلقوا غير مطلق ديتنايزة وأن صاحب بيان يازين شقات فعلا ولو كان الميت ولرك خلع مبتدعا بدعة لغش مثيرا قشدوقش لبدعته شين بدعة ورأى الغاسل دقليشن هم قح في تنقع ما يكره تديشتك فالذي يقتزيه القياس قياسه ليوش درقب أن يتحدث بديتر في الناس ناخع زجرا شوخ ورحمش عن بدعته بدعته وإنما بقل إذا قاله بيان يازين شو شاء متعين بالقل دورش عني آلدو لا عدول عنه تنع دعوالر ذات شاء شوخ إن كلام الأصحاب فقه أصحابي قمال خرج عن الغالب دق على خلش دول شو عدال انتهى اتشق ديله وهذا البعث هر بعثة هو إذا مراده مصنفا لوش درقدو بقوله شين دشتا إلا لمصلحة تن مصلحة حاخور دوتو ولو تنازع أخوان شنوش وقوسلج أو زوجتان يشيزوا قوشيرش في الغسل ليشوريا
ولا مرجحة لأحد ما تشني تعني طول وحل بحن داتا أقرأ عقاجته بينما تشني يقرأ قطعا دخاد ورحب للنزاع دو تشني. والمدرسة الثانية شوض المسد في الروزة شادو. والكافر كيسك أحق تتامع بقريبه شنجرجر سجتا الكافر خلوالشا من قريبه المسلم شنجرجر وبصر سجل في غسل إليش ولا كذا إيش في الروزة شادو وأسلحة أسلحة ومثل تناطر التكفين والدفع دعوة مرشد تناطر دو ويقرأ قراءة الكفن مرشد ولا المعسفر بسر دين دول والمزع فارو زعفران حق ماج دين دول لمن لا يكره له دين ولوش قراءة داتشون دوخر في الحياة دين وشان دوخر قراءة داتشون تنا مرشد قراءة وهو المرأة زوديو لما أتونا فيه تنقع دولشونا من الزينة خزل وقد صرح نووي سبق البلقلدنا في الروزة روزة شاع وشارع المذهب شارع المذهب شاع بالمرأة زوجشنت والمزعفرة زعفران أثبتت دينارك أيضا اشت وتكره قراءة المغالاة ميخا لقدر فيه تنقع أي في الكفن مرشونيا ارتفاعه إلى قدال في الثمن ميخيا ويستحب سنة تحسينه مرشو خزدر في البياز كندل شنقع والنزافة تندل شنقع وصبوغه ديخ دركة دقن تؤدل وكثافته كاد نشخيت شاغا دركة ذكر ذلك كله إدارج حقينا في روزة شاع وشرح الموزبيع قال بيامر عليه صلى الله عليه وسلم لا تغالوا في الكفن مرشو نعل لقمة دويلشو ما باش فإنه إذا يصلب صلبا سريعا تعداد دورش دوشون يسيخي تعداد دورش دوش بيرغ لقى باح بولشوليع روى أبو داود بإسناد حسن خزخل دورش إسناد كما قالوا يا رب ألا في شرع الموزبة وقال فيامر عليه صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم شوخ سعمو مرشو دلش أخاشين ويشين فليحسن كفنه مرشو خز ديلتو رواه مسلم وديسناد والمقصود ديتن دقا بأن لبس اتديو خلارسا أو لا تامعدو من الجديد كر تولشول غلعدو ديتن ليليندر كما ذكروا إحاها مدر في روزتشا وشرع الموزبيع لأنه إذا للسديد نطن تلهد دولش دول والحي دين ورك خلاج حاله أحق إحق بالجديد كيلشنز كما قاله إآل مآلري أبو بكر رضي الله عنه رواه إديسنا البخاري بخاريس والسبي بير كبالغ بيتر والكسندو في تكفينه ثم مرشد ولا رياح بأثواب بدرس ويصعب سنة التكفين مرشد بثلاثة قاء ديرنا كما قالوا يا رب على في الروزة شع وشرع الموزبيع والحنوت أي زره حرسر كما تقدم حلق وداخري مستحب سنة وقيل واجب كالكفن مشي وسنة وعبر الرافع بالتحنيت تحنيت على تسر ولا يحمل الجنازة نحو ذات إلا الرجال قون خشبي وإن كانت أنثى دقة زوجين دلع لزعف النساء زدرش غيل غورسيس بولدل على حملها إذا حرخين ويحرم حرم دو حملها إذا ظهر على هيئة مزرية تعيش سرتع كحملها إذا حسن في غرارة تنقالي شو ديلن وهيئة كتاعة يخاف منها تنخير سقوطها واحد وجود دولتان لدرش هم أنت ديلن وذكر المسألتين إيش مثل رافع إسحاقنا قال في شرح الموزبة الله ويحمل الميت دق ودو على سرير المينجتع أو لوح انتع أو محمل يدحوش بوش برميتع وأي شيء حمل متشو منتع حاح عليه دق أجزاء توانبه فإن خير تغيره خيستلا انفجاره يستن يحقر قبل أن يهيئ له ما يحمل عليه شيء إذن دحوش لهم يشل حلق فلا بأس كدت أن يحمل إذا حر على الأيدي كيوشتع والرقة وورتع حتى يوصل إلى القبر كشتخات شولس ويندب سنة للمرأة زوجنا ما يستر فائده الوشت كتابوت يستن يلهم وفي الروزة شعدو كالخيمة شيتر سنال والقبة إذا استيتوش دقن طولو حلقة إذن تكادي دردوئز قال في شرح الموزبة على سرير من جتعال وفي سنجا عزونيو سيلا لسنجا والتعبير لفس آلر بالخيمة لصاحب البيان وآلدو إذ
وبالقبة لصاحب الحاوي حاوي ده يعني جواله. وبالماكينة ماكينة دق دحر وأنها إزخلال تغطى دحول وجلوش بثوب بدرة للشيخ نصر المقدسي شيخ مقدسي دوش دويز. وإنهم بقل سارة استدلوا دليل أسنا بقصة جنازة زينب دق دحر دي سرخ دلتتر أم المؤمنين بوسم نعنان حلوش پیغمبر صلى الله عليه وسلم حسم نعناش رضي الله تعالى عنها. وأن البيهقي خلال رواية وديسنا أن فاطمة بنت رسول الله ديل الشيوع فاطمة خلال صلى الله عليه وسلم أوست وسيتيسو أن يتخذ لها ذلك إشياء لا ففعلوا ثالثة دير. وهي إذا قبل زينب الحرق يلا بسنين كثيرة دقى شرش حرق يلا. فقوله تندوش كتابوت تابوت سنة الدولو أي لها الزوجون بوغدويس. فإنه إذا مشتمل شلوش دو في العادة عادة على ما هو كالقبة سن يجا وعلى تغطية دحول وساء بستارة دحول وشرشمات وغير ذلك إذا سرق شلوش. ولا يكره كراهات الركوب تخار في الرجوع يخبر ذريح منها كيش نشكر. هو إذا بمعنى قوله مسنف دش معن قعدو إذا في الروزة وشارع المعذب روزة شارع المذبع خلدولش لا بأس به كالداسئ خلدولش. روى مسلم وديسنا عن جابر بن سمرة كان جابر أن النبي بيامر خلال صلى الله تعالى عليه وسلم صلى تضغل مزير على ابن الدحدع كنتن وحين انصرف يخبر ذيك أتي بفرس غوري عليث معرورا تعنيريوتش فركبه تنتخ إيريز. وفي رواية عن رواية عدو له تنخل دولشا بفرس عران يرزن غورة آل. قال المصنف آل هو إذا بمعنى الأول الأرجل معن قعدو آل وهو إذا معرورا بفتح الراء الثانية شالله شرين فتح دينا منونة تنوين دينا دولشدو. انت شيخ إذ وفي الصحاح شعدو اعروريت الفرس ركبت سسنتخي عريانا يرزن يولوش معن قعدو آل. وفرس عريون آل ليس يوتش عليه شينتع سرج نير يوتش معن قعدو. وروى الترمذي ديسنا عن جابر بن سمرة كان جابرها أن النبي بيامر خلال صلى الله تعالى عليه وسلم تبع جنازة ابن الدحداح دحداح أنت دقن تعوي ماشيا غش ورجع يخبر على فرس غورا تاح آل. وقال تعالى حديث حسن حديث دويز آل. والدحداح آل بمهملات تحت أدمش باتشات دو وفتح الدال دلن فتنا دو. ولا بأس كداس باتباع المسلمين بسبسك تعوازرسا بتشديد المسنات شتدن بولشون تشديد درس دويزة جنازة قريبه شنجرجر استجي دقنا الكافر كرز خلولج. هو إذا معنى قوله مسنفة ديش معندو في روزة شع وشرع المذهب شع خلدولشا عن الأصحاب فقه أصحاب أشخي لا يكره كره دات الدولشين. روى أبو داود وغيره وشديدنا عن علي رضي الله عنه قال أتيت النبي فيامر وجوير صلى الله تعالى عليه وسلم فقلت أسئلين إن عمك زال حتيل ده وش قد مات ولا فقال اذهب غباري دعوة دحول وي. قال النووي سأل في شارع المذبع إسناده إسناد ضعيف يؤال. وقال غيره نووي واتشو حسن يؤالة إسناد. ويكره اللغط كما يجدر كراته في الجنازة وعبارة روزة عبارة في المشي وخرع كراته كما يجدر معها أصدقت عن. والحديث في أمور الدنيا دين بلغش كما يجدر بل المستحب سنة دوش درجة الفكر ويليردو في الموت ولا ريح وما بعده تلتاخ الدولشنجاء وفناء الدنيا دنيا بان خلراها ونحو ذلك إذن دولشنجاء
وفي شهر المذهب شهر المذهب شعدو عن قيس بن عباد عباد كان قيسخ بدم العين وتخفيف الموحدة حتى دنبولش ديدي نادولوش عين زمدين دولوش دويزة أن الصحابة أصحاب شخلر رضي الله عنهم كانوا يشبر يكرهون شاين سديدش رفع الصوت أز أيدر عند الجنائز دقن جرقاح قال وعن الحسن حسن عديثنا أنهم أصحاب شخلر كانوا شاشخل يستحبون شاين ديزش خفض الصوت أز واحتعور عندها دقن جرقاح قال وإتباع دقن تعوازر كراتو بسكون المثنات شتا دنبولشون سكون درس دويزة بنار ترت قال نووي سألا في الروزة روزة شا في مجمر شا كيغ شدور كشومي إذا تبوستوسوش ارسش كديل أولسنا أو غيرها يأيات شون شا. وفي شرح الموزبيادو يكره كراتو البخور قرب يختار في المجمرة كديلة إيات شانتا بين يدي دقن حلقة إلى القبر كش تعبيرش وعنده كشان جرقا حالة دفن تعويلوش جرقا لأنه إذا يتفاءل بذلك تنسعب بالقلونش ليت ديل نا فأل السوء وان بالقلونش. وفي سنن أبي داود سنة شكادو مرفوع دوش ديتنا لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار دقن تحا أز أيدر تحيا زكاة لكن في تنقع مجهولان شيء مجهوله. وروى البيهقي استثنى عن أبي موسى أنه أبو موسى خلر وسا شابسة الدين لا تتبعوني سوانت عميا زيتلش بصارخة محيق شركة ولا مجمرة قرطوغ شركة ولا تجعلوا أشياء ميلش بيني سوني وبين الأرض لتني يقع شيئا هما قال. وروى مسلم وديسنا في كتاب الإيمان بكسر الهمزة همزة كسر إيمان عن عمرو بن العاص قال إذا أنا مت سويلش فلا تسحبني نار سناق وسط المدى سويس مخيل ولا نائحة يلخش تيش يلشو الإيرال